السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب يخلص وداخلين على ايام العيد. يا رب تبقى ايام خير علينا كلنا يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى النهارده نعمل كحك العيد الدايب، كحك المحلات كده اللي شبه الكحك الجاهز بالظبط. معايا هنا دول 600 جرام من السمنة بدرجة حرارة المطبخ. سمنة مش زبدة يا جماعة، سمنة زي ما انتوا شايفين. معايا كمان كيس بيكنج باودر، معايا 3 معالق كبار سمسم، وهناخد 3 معالق كبار من السكر البودر، معلقة من ريحة الكحك، وكيلو من الدقيق. يبقى كيلو من الدقيق، ذرة ملح صغيرة خالص، عليهم 600 جرام من السمنة، كيس من البيكنج باودر انا مش هعمله بخميرة، 3 معالق سكر بودر، معلقتين كبار سمسم، وهنحط كمان معلقتين كبار لبن بودر. هنا هاخد 3 معالق كبار كده من السمنة اللي معايا وهقدحها على النار. نيجي بقى هنا للمواد الجافة. انا حطيت زي ما قلت لكم كيلو الدقيق، عليهم 3 معالق كبار سكر بودر، هنحط كيس من البيكنج باودر، وهنحط كمان معلقة من ريحة الكحك. ريحة الكحك في منها سايل بيبقى في ازايز كده، وفي منها بودر. انا اللي معايا النهارده بودر. ريحته حلوة جدا، مخلي الكحك كده ليه ريحة مميزة. ده السكر البودر. هقول لكم المقادير تاني للكيلو. كيلو الدقيق عليه 600 جرام سمنه، وسمنه مش زبده بدرجه حراره المطبخ، عليهم 3 معالق من السكر البودر، وعليه رشه ذره ملح، وادي كمان معلقتين لبن بودر، وكمان هنحط كيس من الخميره ومعلقه من ريحه الكحك. هنا السمنه اللي انا اخدتها، احنا قلنا 600 جرام من السمنه، هناخد منهم 3 معالق في طاسه على النار كده، نقدحهم كويس، وننزل بالسمسم معاهم ياخدوا غلوة، يعني السمسم ياخد غلوة مع السمنة. وادي هنا معلقة ريحة الكحك. هقلب بقى المواد الجافة دي مع بعض، وهعمل كده حفرة في النص علشان انزل بالسمنة اللي انا سخنتها. الخطوة دي هتخلي الدقيق ياخد التحميصة بتاعة الكحك المقدوح، وفي نفس الوقت احنا عاملينه على البارد. كده نزلت بالسمنة مع السمسم. انا لما احط السمسم مع السمنة على النار لازم ياخد غلوة. تمام. هديهم بقى تقليبه وانزل عليهم بباقي السمنه. انا هنا كنت اديتهم تقليبه كده ونزلت عليهم بباقي مقدار السمنه، ال 600 جرام سمنه على كيلو من الدقيق. هنا بقى عشان انا كنت عند اختي وبنعمل بالعلجان. طبعا الخطوه دي احنا ممكن نعملها على ايدينا، ان احنا نبسه كويس جدا، يعني ندوب السمنه مع الدقيق او نشرب الدقيق من السمنه كويس قوي لحد ما يبقى معايا شبه الرمله المبلوله كده مفرول. هو هنا اخد معايا 10 دقايق بالظبط كده في العجان. لما اتبس كويس هبدأ بقى انزل عليه بالمواد السائلة بتاعتنا. هنا انا كنت حطيت نص كوباية لبن، هو بالظبط اخد معايا كوباية الا ربع، يعني نص كوباية من اللبن وربع كوباية من المية. وطبعا المواد السائلة عشان نلم بيها العجينة او نعجن بيها العجينة دي على حسب نوع الدقيق. ممكن الدقيق يتشرب من المواد السائلة، وممكن دقيق لا، فممكن دقيق ياخد كوباية الا ربع، وممكن دقيق ياخد نص الكوباية، وممكن نوع دقيق تاني ياخد كوباية مية كاملة. انا هنا عملت خليط زي ما قلت لكم ما بين اللبن والمية. انا هنا تقريبا حطيت كوباية، نصها مية ونصها لبن. تمام. هفضل اعجن فيه كده لحد ما الاقي العجينه معايا، اختبرها، اعمل كده كحكايه في ايدي والاقيها مش مشققه. هنا كان لسه مفرول شويه. هنا كان اخد معايا كوبايه الا ربع من المواد السائله، فهرجع ازوده ربع كوبايه كمان. كان لسه مفرول والعجينه مشققه معايا. هنا كنت حطيت بقى ربع الكوبايه الباقيه، وهيبدا يتعجن كويس.
هيفضل بقى يعجن كده لحد ما الاقي، بصوا كده اختبرت واحده وما شققتش خالص والدنيا تمام. هبدا بقى غطيته وهسيبه 10 دقايق بس يرتاح لحد ما نجهز الصاجات بتاعتنا. هنا بقى هنبدا نشكل. طبعا احنا مش حاطين خميره في الكحك، فيا دوب هيريح 10 دقايق بعد التشكيل كده او ربع ساعه، وبعدين نبدا نخبز على طول. بناخد بقى كوره، احنا كنا عاملين الكحك ده ساده، بناخد بقى كوره كده قطعه من الكحك نكورها على حسب حجم الكحكايه اللي احنا عايزينها، وبنزل عليها بالبصامه كده اديها الشكل ده. هاخد بقى العجين بتاعي وهاخد بقى الصاجات وهنروح نقعد على الارض بقى ونخلص باقي الكميه اللي معانا. الموضوع ده بالظبط ما اخدش معانا كل الحكايه كلها نص ساعه بالظبط، وكنا بدانا نسوي يعني نص ساعه من اول ما بدات تجهيز. هنا كنا خلصنا ما شاء الله اللهم بارك. الكيلو عمل لي ال3 صاجات دول بألف هنا يا رب. هنا بقى انا كنت سبته 10 دقايق وهنولع الفرن. الكحك بيستوي على نار هاديه وعلى الرف اللي في النص، يعني بنهدي النار خالص وعلى الرف اللي في النص، ونسيبه لحد ما ياخد لون من تحت ويبدأ من فوق يصفر. هو يا دوب بيصفر من فوق، انا مش بحمره. وهوريكم شكله لما استوى. بصوا الكحكايه ما شاء الله. تعالوا اقول لكم على المقادير تاني. هنا انا كنت ولعت الاول، هقول لكم ولعت الفرن الاول على نار هاديه خالص. هوريكم دلوقتي النار هاديه ازاي. بصوا هاديه جدا، وحطيتهم على الرف اللي في النص وهسيبهم بقى براحتهم يستووا كويس. زي ما قلت لكم يا دوب بيصفر بس من فوق، ما بياخدش لون. كيلو الدقيق يا جماعه زي ما قلت لكم عليه عليه 600 جرام من الزبده، معلقه من ريحه الكحك، كيس من البيكنج باودر، ذره ملح، 3 معالق سكر، معلقتين لبن بودر، وعليهم بس، و3 معالق كبار من السمسم. بصوا بقى هنا الكحك وتسويته مستوي من تحت. بصوا اللون من تحت ما شاء الله اللهم بارك، ومن فوق واخد اللون الاصفر دوت. تعالوا بقى اوريكم بعد ما رشينا عليه السكر كمان. بألف هنا يا رب. اللهم بارك ما شاء الله. بصوا الكحكايه عامله ازاي، طعم وريحه مفيش احسن من كده طبعا، واحسن من الجاهز. كل سنه وانتم طيبين.